انت بتتعلم بالتوالي ولا بالتوازي؟ التوازي والتوالي مش بس طرق توصيل الكهرباء، ومن اكبر المشاكل اللي بتواجه اي حد بيتعلم انجليزي هي مشكله التوالي. يعني ايه؟ يعني هاخد 12 ليفل في 12 شهر جنرال انجلش، بعدهم ابدا 8 شهور كونفرسيشن اتمرن على المحادثات، وفي الاخر بقى باخد شهرين كده اظبط فيهم الاكسنت، وتبدا تتكلم اول جمله ليك بعد سنه او اكتر من الدراسه في صمت. سنه او اتنين مش قادر فيهم تكون جمله صحيحه او تعبر عن فكره بتدور في دماغك، قادرين يهزوا ثقتك في انك فعلا هتطور لغتك او تحقق هدف السفر او الشغل في الوظيفه اللي بتحلم بيها، وبالتالي طاقتك بتخلص وانت مش شايف نتائج او حتى حاسس انك بتقرب منها. ازاي حلينا المشكله دي وحققنا مئات قصص النجاح في ذا برو انجلش؟ ببساطه غيرنا الطريقه من التوالي للتوازي، بمعنى انك هتمارس انجليزي من اول لحظه ليك معانا. من اول يوم ليك في كورس 3 in 1 بتدرس شهريا 20 سيشن في المستوى الواحد، 8 جنرال سيشنز بتاسس فيهم لغتك صح وتطبق على كل اللي بتتعلمه بطريقه تفاعليه. في نفس الوقت بتاخد 8 سبيكينج سيشنز بتتكلم فيهم طول مده السيشن انت وطالب بس معاك بمتابعه كوتش متخصص. واخيرا بناخد 4 اكسنت تريننجز بتتدرب فيهم على النطق الصح والامريكان اكسنت، وهتخلص الليفل وانت قادر تتكلم انجليزي صح وتشوف نتائج مجهودك لحظه بلحظه. هتمارس اللغه بشكل يومي وهتعرف بالظبط حققت ايه من فيدباك تفصيلي بيوصل لك كل سيشن بالتقدم اللي حققته والمشاكل اللي لسه هنساعدك تطورها لحد ما توصل لهدفك بالطريقه الصح. وده باختصار سر قصص النجاح اللي كانت وما زال ذا برو انجلش جزء من تحقيقها. جاهز تكون قصتك الجايه؟